ازيكم يا شباب. النهارده حابين نتكلم على واحد من الموضوعات المهمه جدا، وهي البرودكت ديزاين او تصميم المنتج. ايه هو البرودكت ديزاين وايه اهميته؟ اهميته ليست فقط للي بيشتري منتج ولكن كمان للي هيقدم منتج للسوق. وايه اهميه الموضوع ده؟ البرودكت ديزاين من اسمه كده وهو تصميم المنتج، ولكن خلينا نقولها بشكل اعمق شويه. هو المنتج ازاي بيكومينيكيت مع المستخدم بتاعه، ازاي المنتج بيتواصل مع المستخدم بتاعه. عشان مثلا نبسط المثال، خلينا نقول كده، ليه بحب استخدم السماعه الوايرلس مش السماعه اللي بسلك؟ مع ان الاتنين بيقدموا نفس الفانكشن، الاتنين هتعرف تتكلم فيهم وهتعرف تسمع منهم. ايه اللي بيخليني استخدم مثلا ابلكيشن زي انستا باي ما بستخدمش ابلكيشن البنك وانا بحول فلوس؟ اللي بيخليني احب امشي من طريق معين مش الطريق التاني مع انه ممكن يكون اطول شويه؟ اللي بيخليني استخدم حاجه بشكل دوري اكتر من حاجه تانية مع ان الاتنين بيقدموا نفس الفانكشن؟ هو ده المقصود بكلمه البرودكت ديزاين. ازاي المنتج اللي هصممه بيكومينيكيت مع الناس؟ طب ده اهميته ايه؟ اهميته ان انت المنتج لو تصميمه ما كانش مناسب وبيؤدي الغرض اللي الناس عايزاه، مش هيلاقي الاهتمام من المستخدم بقدر الكافي اللي انت كنت منتظره كمنتج، وفي نفس الوقت اليوزر مش هيبص للمنتج ده اصلا. طيب، فعشان نحاول نبسط الموضوع اكتر، اكبر مثال لحاجه زي كده كان اتكلم عنها ستيف جوبز لما قدم الماك بوك، اللي كان حجمه صغير جدا ورفيع قوي، وقال لك ان انت تقدر بعد كده تحطه في جنب الكتب، يعني او في الشنطه اللي انت شايل فيها الكتب. Apple's strategy is really simple. What we want to do is we want to put an incredibly great computer in a book that you can carry around with you, that you can learn how to use in 20 minutes. We don't know how to do that now. It's impossible technically. So we had three options. One was to do nothing. The second one was to put a piece of garbage computer in a book. And we can do that, but our competitors are doing that, and so we don't need to do that. The third option was to design the computer that we want to put into the book eventually, even though we can't put it into the book now. And right now, it fits in a bread box, and it's $10,000, and it's called Lisa. The next thing we will do is we will find a way to put it in a shoebox and sell it for like $2,500. And that'll be the next step. And finally, we'll find a way to get it in a book and sell it for under $1,000. من الديسكتوب كان موجود على تقدر بتحطه على، محتاج ترابيزه ومحتاج كيسه والكلام ده كله، للابتوب بشكل تقليدي، الى ان وصلنا الى الماك بوك. الماك بوك اللي هو رفيع جدا، الماك بوك اير كمان دلوقتي، اللي هو رفيع جدا اللي تقدر تشيله في اي حاجه بسبب وزنه الخفيف وفي نفس الوقت امكانياته العاليه جدا. فاذا التركيز على المنتج مهم قوي عشان تطلع بمنتج مناسب. خلى الناس دلوقتي مفيش حد بيقعد على ديسكتوب، كل الناس دلوقتي بتستخدم اللابتوب لان بيعرف يتنقل بيه، يعرف يتحرك بيه، السهوله في الاستخدام، الكلام ده كله. اللي اتكلم عن الموضوع ده برضو وهو ايلون ماسك. ايلون ماسك قال لك، يعني كان معجب جدا بستيف جوبز وابل في التركيز، اللي كان بيقول كده الالترا فوكس على البرودكت ديزاين. Something that Steve Jobs was that I think was quite admirable was he was ultra product focused, like down to the little details. He and the other people at Apple would really try hard to have these, both at a high level and a small level, these delightful things happen. So it just that the product was it just made you happy, and that's what we try to do with the Model S is just every little detail that we can think of to really bring joy to the owner of the car. That's what we want to do. ازاي بيهتموا بالتفاصيل؟ طيب، فانا ليه بقول الكلام ده؟ بقول دوت لعده اسباب. اولا، في مجال المايكرو موبيليتي بنشوف منتجات كتير قوي في الماركت موجوده، ولكن للاسف ما بتلقاش الرواج او الاقبال اللي بيبقى اللي بيبيع منتظره او الشخص السبلاير اللي جايب المنتج ده عشان يقدمه للسوق، وهي بسبب التفاصيل الصغيره دي. وليكن مثلا على سبيل المثال، خليني احكي لكم تجربتي كده. مثلا العجله، مثلا لو انا بركب عجله كل يوم، لو العجله ما كانش تصميمها وزنها خفيف على سبيل المثال وحجمها صغير
بقدر اشحنها وتمشي مثلا المسافه اللي تغطي الرحله اللي انا عايزها. فبالتالي العجله ما بقتش عمليه، ما بقاش البرودكت المناسب ليا، ما بقاش البرودكت فلكسبل. لو انا بقيت محتاج اشيل العجله كل يوم عشان اطلع بيها السلم، ما بقدرش احطها في الاسانسير عشان وزنها تقيل وكبيره. فاذا يبقى البرودكت ده مش سستينبل اصلا، وما بقاش بيخدم الغرض اللي اليوزر عايزه منه. ولكن لو عملت العكس، لو عملت البرودكت في الاول بالديزاين المناسب، العجله الصغيره اللي ليها مكان اقدر اشيله منها، وزنها خفيف، بتقدر تمشي مسافه كويسه، مناسبه لاعمار كتيره من الناس، مالتي سايز، اذا هتلاقي اقبال اكتر، وبالتالي الاستخدام هيبقى اكتر، وبالتالي البرودكت ده يعتبر مستدام اكتر، لانه اللايف سايكل بتاعته هتبقى اطول بكتير جدا من برودكت في الاخر بقى انتيكه شايله ما بستخدموش كل يوم، بسبب ان هو اليوزر اكسبيرينس بتاعته مش حلوه. وهنا اليوزر اكسبيرينس، تجربه اليوزر اللي بيواجهها في استخدام المنتج ما بتبقاش عاجباه. وهنا يجي اهميه البرودكت ديزاين في كل حاجه. فكل حاجه في حياتك فكر فيها كده، اي حاجه عجبتك او ما عجبتكش فكر فيها كده، هي ليه الحاجه دي ما عجبتكش؟ هتلاقي ان البرودكت ديزاين ما كانش كويس، او اليوزر اكسبيرينس مش حلو. الطريق اللي انت مشيت فيه ليه ده عجبك؟ ليه الكافيه اللي انت قعدت فيه ده انبسطت اكتر من الكافيه ده، مع انه نفس الديزاين، نفس المكان، في نفس الاريا وكل حاجه، بس هتلاقي مثلا الديزاين جوه بيفانكشن بشكل افضل بكتير من ديزاين تاني معمول. فكل حاجه في حياتنا هي البرودكت ديزاين، بتبدا بالبرودكت ديزاين. عشان كده خلينا نختم بحاجه علميه تفوكس عليها جدا لو عايز تبدا صح، وهو مثلث التصميم اللي بتطلع فيه في الاخر منتج نهائي. يمكن اغلبنا لما بيبقى عنده منتج بيقول انا هقدم للسوق عجله كهربائيه، او هقدم للسوق سياره كهربائيه، او هقدم شاحن كهربائي، او whatever. فدايما اول حاجه بنفكر فيها الماركتينج، ان انا هسوق للفكره. ولكن تعالى نقلب الهرم، اول حاجه تبدا بيها البرودكت ديزاين. ازاي هعمل الشاحن او العربيه اللي تخدم 90% من الناس في زحام مروري؟ فطبيعي ان انا ما اعملش عربيه كبيره. الناس ما بتحتاجش الافريج الرحلات في اليوم من مثلا من 30 ل 60 كيلو. فاذا لو انا عملت عربيه بتمشي 150 كيلو، فده هيبقى مناسب جدا لاغلب الناس، لان سعرها هيبقى كويس. مش محتاج اعمل عربيه بهذه المواصفات ولكن بتمشي 1000 كيلو او 500 كيلو، بالعكس. وفي نفس الوقت انا قدرت اخدم تجربه العربيه افضل بكتير من اي تجربه حاجه تانية كان اليوزر ده بيستخدمها. حتى في البابليك ترانسبورتيشن، لو اليوزر اكسبيرينس حلوه، لو تجربه اليوزر كانت جميله في البابليك ترانسبورتيشن، سواء بركب اتوبيس، بركب مترو، بركب ايا كان، ساعتها الناس هتركن عربياتها وتبدا تركب البابليك ترانسبورتيشن. طب ده راجع ليه؟ زي تاني نقول البرودكت ديزاين، واللي في الاخر بيأثر على اليوزر اكسبيرينس او تجربه اليوزر. فتعالوا نتكلم بقى زي ما قلنا، نقفل الموضوع بشكل علمي اكتر، وهو اهميه الهرم بتاع التصميم. وهو ان هو يبدا، نقلب بقى الهرم اللي كان بيبدا بالماركتنج، لا هنقلبه يبدا بالبرودكت ديزاين، الديزاين المظبوط اللي بيخدم الناس. بعدها بتاتي مرحله البروكيورمنت اللي هي المشتريات، يعني بناء على هذا البرودكت اللي انا عملته هشتري المنتجات دي او الخامات دي اللي هصنع بيها المنتج ده، عشان يبقى سستينبل اكتر، وناس اكتر اليوتيلايزيشن ريت بتاعه يبقى عالي، ناس اكتر تستخدمه. وياتي بعدها حته الفابريكيشن، نخش بقى في مرحله التصنيع. خلاص عرفت الديزاين ايه، الماتيريال اللي محتاجه ايه، نيجي للتصنيع. واخيرا الحاجه اللي كلنا نفسنا نعملها من اول يوم، وهي الماركتينج. عشان كده التسرع في الكلام على برودكت معين ما بتبقاش كويسه، او الفكره، الناس اللي بتفتكر ان هو عنده فكره مش هقولها للناس عشان الفكره دي ممكن حد يسرقها او الكلام ده. صدقني مش ده اللي مهم، المهم هتقدم الفكره دي ازاي للناس. اتمنى يكون الفيديو ده كويس وكان مفيد في اهميه البرودكت ديزاين، مش بس ليك كشخص بيشتري، ولكن كمان كمصنع لاي برودكت بتقدمه في السوق. سواء كنت هتشتري منتج او هتجيب منتج للسوق المصري عايز تقدمه للناس، فكر في الحاجات دي قبل ما تجيبه. وسواء كحد بيشتري عايز تشتري حاجه احسن وتحسن من كواليتي المنتجات الموجوده في السوق، لازم انت كمان تفكر في الموضوع دوت، ودايما تبص تقيم ليه الحاجه دي نجحت وليه الحاجه دي فشلت. هتلاقي ان في الاخر
المرجع كله للبرودكت ديزاين كان عامل ازاي. شكرا ليكم، اتمنى الفيديو يكون مفيد، ولو استفدتم ممكن تعملوا لايك وشير للفيديو عشان غيركم كمان يستفاد. شكرا ليكم.